عليكم مساء النور والفل والياسمين حبوباتي. يلا هنبداو بالصلاة والسلام على سيد الخلق محمد الحبيب المصطفى، على أفضل الصلاة وأزكى السلام. ويلا هنبداو بدعاء إن شاء الله يتقبل منا ومنكم يا رب. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. ولأول مرة أشوف قناتي نقول لكم مرحبا بكم في قناتكم أفكار وديكور نورية. وحبوبتي القدم نقول لكم ربي يخليكم ليا وربي يفرحكم كما راكم ديما مفرحيني. إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو كامل بخير وبأحسن الأحوال. المهم صح رمضانكم وصح فطوركم وصح سحوركم عفوا، وكل عام وأنتم بألف خير. فيديو نهار اليوم يعني روتين أو طاولة ليوم 8 من شهر رمضان الكريم. فيها طبق رئيسي اللي هو الحمص بكوريات أو ورود باللحم المفروم، مع كذلك طبق البرقوق والبوراك اقتصادي، يعني أنه مجرد أفكار لطاولة رمضانية. نبدو هنا على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بالبرقوق هنا وضعت ملعقة مارغرين وضعت عليها قرفة، ونفس الكيل اللي نكيلو به العنب المجفف والبرقوق والأناناس، نفس الكيل نعبرو به السكر والماء. وضعت هنا كيلت بهذا الكيلة، وضعت كيلة تاع السكر ماهيش محمرة، يعني شوية منحبوش حلاوة بزاف، ونوضع عليها 2 كيلات معمرين تاع ماء. خلط مليح ونغلق عليها ونخليه حتى يغلي لنا الماء تاعنا. من بعد نبدو بالجزء الثاني. هنا يعني وضعت الكيلة تاعي تاع العنب المجفف والمشماش في الماء سخون، من بعد نصفيهم. وهنا راهو غلالنا الماء عفوا، صفيت العنب المجفف والمشماش ورايحه نوضعهم في الطاجين تاعنا، نخلي حتى يتقل لينا هذاك البرقوق. من بعد نبدو بالمرحلة الثانية. هنا راح نوضع هنايا الأناناس، فقط 2 حبات أناناس نوضعهم. من بعد نولي نوضع البرقوق. هنا البرقوق راهو يعني كنت وضعته من قبل في الماء سخون، من بعد وضعت البرقوق وخليته حتى مدة 2 دقيقة فقط، من بعد وضعت ملعقة تاع مازهر. نبدو بالطبق الرئيسي، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كذلك عندي انايا صدر دجاج مرحي، عندي الثوم مبشور 2 سنينة ثوم، وعندي القزبر والمعدنوس، وعندي ملعقة لاشابلو. رايح هنايا الرابي الثوم تاعي في اللحم صدر الدجاج، يعني طبق بنين وحتى أنه اقتصادي. تبعوا الطريقة اللي الأخير ورايحة يعجبكم الطبق، يعني مجرد أفكار، يعني التزيين الطبقة تاعنا. رايحة نوضع فيه لا شابلوغ اللي هي خبز اليابس مطحون، ونوضع فيه كذلك المعدنوس والقزبر. هنخلط مليح، ما نوضع الفلفل الأسود كمية بزيادة، احنا نحبو شوية يكون حار. نوضع الملح،
ما ننسوش راس الحانوت يعطينا البنة والكو للحمة تاعنا. هنا راح نخلطه مليح باليد، احسن باليد باش يندمج لينا الكل التوابل في اللحم تاعنا. عندي هذا المول سيليكون، تقدروا تخدموه باي مول تحبوا، فقط انا حبيت يكون هذا المول مول تاع على شكل تقريبا ورده. رايحه نوضع المول، وضعت فيه كميه تاع الزيت، وعندي هنا الماء، نوضع يدي في الماء ونبدا نشكل في الورود تاوعي في هذا المول. هنا راني واضعه الفرن يسخن، شعلت عليه ورايحه نوضع هنايا هذا المول، نوضع في الفرن قبل نكمل كل الكريات تاوعي، ونضغط عليها مليح باش يجينا هذاك الشكل، يعني على حسب الورده تاعنا. نكمل الكل، وهاينا يعني حطيتها في البلاط تاعي فيه الورق الطهي، وعندي هذوك الخبيزات يعني وضعتهم خبزات تاع اللحم المفروم. نبدو بالمرقه تاعنا. هنا عندي فقط اللي بقالي من هذاك صدر الدجاج، وضعت ملعقه تاع مارغرين ووضعت عليها الزيت. راح نقلي شويه ماشي بزاف. من بعد نوضع هنايا البصل، كميه تاع بصل مبشوره، نخلي حتى يذوب لنا هذاك البصل يتقلى مليح. من بعد هنا نوضع الحمص طماطم مبشوره والرنز والقرفه، كذلك نقليهم مليح. يعني الماكله في التقليه تجي تحفه، لابد نقلو الماكله تاعنا مليح. نخليها كذلك تتقلى مليح. نولي نحط التوابل. هنايا في الحمص وضعت 2 سنينات ثوم صغار. المهم نبدا نوضع في التوابل، وضعت الملح والفلفل الاسود، وكميه تاع راس الحانوت، كميه قليله كيما وضعنا في اللحم تاعنا الكريات. المهم نقليهم مليح. من بعد نوضع طماطم مصبر، فقط هذو هما التوابل. اذا يعني حبيتوا تزيدوا التوابل اضيفوا سكين كبير، كركم. المهم تقلات لنا مليح. حنوضعوا الماء سخون، يعني كميه على حسب الحمص تاعنا، نغلقوا عليه ونخلوه حتى يطيب لنا. وحنايا هنايا رانا وضعنا الكريات تاعنا في الفرن يطيبوا. راح نحيهم. هاونا نحيتهم، شوفوا كيفاش جاو. راح نضيفهم للمرقه تاعنا، رايحه يعني يعطونا البنه في هذاك المرق. كذلك هنا نغلقوا عليها ونخليه حتى يطيب لنا. وهنا تشوفوها في صحن التقديم، من اروع ما يكون. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ونكون في الحسن الظن تاعكم. يعني طبق وطاولة اقتصادية ومتواضعة كما تشوفوا، مع فلون الطبقات بالفراولة أو اللافاني أو الشوكولا، يعني بوراك بالطون عادي، والبرقوق تاوعنا هاينا، البن والعصير اللي كل مرة نديروه، والحريرة بلا ما ننساو الحريرة. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، والسلام عليكم.